أهلا بيكم في سلسلة فيديوهات هنتكلم فيهم عن التربية. تجربة جديدة بنحاول فيهم نسعى للمعلومات وننشر المعرفة. ومعنا النهاردة إنجي ميشيل، فاميلي كونسلر اند ثيرابيست. أهلا بيكي إنجي. أهلا يا علاء، متحمسة قوي. ميرسي جدا انك وافقتي نعمل التجربه الجديده دي علينا. هنحاول نبدا رحله من اول ولاده العيال او يمكن قبلهم لحد ما ناخدهم للجامعه، نشوف التربيه بتعمل ايه، حاجات ايجابيه، الموضوع صعب، الموضوع سهل، الموضوع ليه اصلا، ونطلع سلسله فيديوهات وبودكاست الناس تسمعهم وتتفرج على المحتوى لحد الاخر، ربما يكون مفيد ويساعد الناس في الرحله بتاعه التربيه. هقول لك انا بقى الاول ان انا ليه متحمسه. اولا علشان انت اب شاطر بمعرفتي ليك. الحاجه التانية عشان انت مثقف وقاري، فانا حاسه ان انا هبقى قاعده مع حد هياخد الحديث لحته عميقه. والحاجه الثالثه لان انت سايب الشغل الهندسه وبتعمل حاجه you're very passionate ليها، فهدفك فيها بالنسبه لي يعني ليه معنى كبير وليه رساله. فعايزه اشكرك انك انت مدينا الفرصه الحلوه دي ولكل حد بيسمعنا. ميرسي جدا. هنيجي في مره من الفيديوهات على موضوع الهندسه ده عشان انك الناس كتير ما تعرفش ان انت كمان مهندسه. ايوه صح. فمش عارف كلنا بنكتشف حاجات تانية. صح. طيب ما تيجي نبدا هو احنا اصلا ليه بنخلف عيال؟ يعني ايه الهدف الاسمى من الموضوع ده؟ ممكن نقول هو ايه الصح وايه الغلط، لان طبعا مش كل الناس بتبقى مفكرة في الموضوع. أنا أعتقد إن هي غريزة إن الواحد يبقى عنده عيال ويجيب حاجة امتداد ليه في الدنيا. للأسف ساعات كتير بتبقى حاجات ليها علاقة بينا. إحنا هنقول إن الصح يعني إن إحنا يوم ما نجيب أو يوم ما ناخد قرار في مسؤولية كبيرة قوي زي كده، المفروض إن نكون نصفي نيتنا قبل يعني مش معقول بعد ما نجيب عيال نكتشف إن إحنا ما كانش لينا في العيال. يعني أنا مش بنجيب عيال عشان يساعدونا لما نكبر، ولا بنجيب عيال عشان يشيلوا اسمنا في المستقبل. إحنا يعني الأهداف ممكن تتغير من شخص للتاني. أنا أساسا شايفة إن اللي أنت بتقوله ده مهم جدا. هو إحنا أساسا ليه بنجيب عيال؟ طب يعني نقعد ونفكر قبل ما ناخد خطوة. هو كأنه هو ده المفروض إن إحنا بنتجوز، المفروض إن إحنا بنشتغل، المفروض إن إحنا بنخلف. فحلو قوي اللي أنت بتقوله ده. أساسا إحنا إيه الهدف يعني، سواء صح أو غلط، بس هو إيه الهدف عشان أميك شور إن أنا هوصل لحاجة في نهاية الطريق أو هوصل للي أنا عايزه. عشان كده أعتقد في ناس كتير قوي بتحبط لأن بتبقى في بالها هي جابت العيال لهدف تونسها مثلا، فتيجي العيال دي تهاجر. يا نهار اسود، لا خلاص. تفتكري اصلا ان الناس بتبقى مفكره في هدف في الاول كده وهم لسه يعني في بدايه حياتهم مفكرين؟ انا شخصيا ما فكرتش. ومتهيأليش ان انا كمان حقيقه فكرت يعني في الموضوع. وما بشوفش ان اغلب الناس فكرت بصراحه اللي بتعامل معاهم. بس انا شايفه انه حاجه زي كده مهمه جدا لكل حد بيسمعنا لسه بيفكر، او حتى بعد ما جاب ولاد ان هو يرجع تاني يمتحن الدوافع بتاعته. بحب قوي الجمله دي، امتحان الدوافع. اكزامن نفسي، اختبر نفسي. هو انا القرار الكبير قوي ده نيتي بجد صافيه ليه؟ صافيه فيه ولا مش صافيه فيه؟ النية بجد يعني بتحركني. فخلينا نقول ان احنا النية الصح يعني، او نتمنى انها تبقى موجودة، انه انا شخص سوي دخلت في علاقة مع حد بحبه، وانا والشخص ده عايزين نفيد بحبنا ونرعى اشخاص طالعة مننا، فنطلع مزيد من الناس الأسوياء وننشر يعني الحكمة والموهبة في العالم. مش عشان أنا نفسي في ولد، ولا عشان نفسي في بنت، ولا عشان إحنا زهقانين في الغربة، ولا علشان تيتا نفسها تشوف حفيدها. طب أنا ليه عايزة أجيب ولد، ولا عايزة أجيب بنت، ولا أنا بخلف عشان أجيب بس ولد، ولا أنا بخلف بس عشان أجيب بنت؟ كلها حاجات أعتقد محتاجة أمانة شديدة جدا، وخاصة ان محدش هيسألك بالرغم ان هو قرار كبير. بس مفيش حد بيجي يسألك هو انت ليه عايز تجيب عيال. دي حاجة انت محتاج تتفق فيها مع نفسك يعني بالزبط. او على الاقل مع شريك او شريكة حياتك في الموضوع ده، ان انتوا يبقى عندكم على الاقل حاجة مفهوم مشترك احنا ليه عايزين نخلف. بالظبط. طيب احنا خلفنا وجالنا بنت، جالنا ولد، يعني ابارت من انا متحيز شويه لموضوع خلفه البنات ده، خليه على جنب. احنا اصلا بنربي ليه؟ يعني احنا عايزين نربي عشان ايه اللي يحصل للعيال؟ بحب قوي يعني ان الواحد يسال نفسه السؤال المباشر ده. هو انا دوري الاول ايه مع العيال دي؟ ايه الدور الاول؟ ساعات كتير قوي بنتلخبط وبنتوه. يطلعوا رياضيين، لا انا محبط قوي لانها مش شاطره في العربي، كده مش هتبقى بتتكلم عربي كويس. فمهم قوي ان انا افكر علشان التحديات لما تيجي اعرف اقعد قدامها وارتب اولوياتي. choose your battles. فانت لو عرفت انت عايز تجيب عيال وعايز تعمل فيهم ايه، هتلاقي نفسك بتختار الحاجات زي انت دلوقتي عايز تتكلم في موضوع، فكل ما هتلاقيني انا بروح بتكلم في اي مواضيع تانية انت هترجعني. فوانا بربي في حاجات كتير قوي في الدنيا دلوقتي بتخلينا distracted. ففعلا السؤال بتاعك، هدفي الاول ايه الحاجة اللي انا شخصيا كأب وأم محتاجة اعملها مع عيالي
محدش هيعملها غيري. عايزه كده الناس اللي بتسمعنا تفكر في الموضوع ده، محدش هيعملها غيري، ولو حد عملها غيري تبقى مشكله. والامثله بتاعت اللي ما ربهوش ابو وامه هيربيه الزمن، دي امثله انت شايفه انها اي كلام؟ يعني انا لو فاتني كاب وام ان انا اغرز بعض المفاهيم والمبادئ في حياه البنات والولاد، ان الحاجات دي هتفوت السنين كلها وهو عمرهم ما هيحصلوا عليها. ما اقدرش احط قاعده، لان في ناس بتسمعنا دلوقتي ممكن يكونوا ابوهم وامهم ما ربوهمش وهم ناس عظيمه جدا ربتهم ناس تانية. فما نقدرش نقول ان هو بس التربيه دي اللي مختص بيها الاب والام. انا عايزه ياخد الموضوع لفيجن كبيره. هو انا كاب وام انا بالذات هعمل ايه غيري ما يقدرش يعمله؟ حلو. ناخد اول مثال. اول حاجه انه انا لو حد تاني عمل اللي انا عملته ده هتبقى مشكله، لو حد عمله معايا يبقى كويس. ايه هو بقى؟ الحب. فانا دوري الاول ان انا احب عيالي. طبعا ناس كتير قوي بتسمع دلوقتي حاجه بديهيه جدا. مين فينا مش بيحب عياله؟ لا، ما احنا هنتكلم بقى هو ايه مفهوم الحب ده. لان الحب للاسف كلمه من الكلمات اللي استخدمت في كل حاجه، في حاجات رخيصه وحاجات غاليه، وكلمه ساعات تبدو كانها مشاعر. فهو ايه هو الحب؟ نتكلم فيه في النقطه الثانيه. بس النقطه الاولانيه ان انا كأب وام لو انا ما اديتش الحب لولادي وجي حد تاني يديه، ده هيعمل تشوه وهيعمل مشكله في الشخصيه. عايزه كل حد كده يفكر. تعالى نتخيل انا وانت انه انا لقيت ان المسات بتوعي في المدرسه بيحبوني اكتر ما ماما حبتني، وان عمامي بيحبوني اكتر ما بابا حبني، انا هبقى حاسه بايه؟ يعني انا محتاج اتلقى الحب ده من الاب ومن الام قبل ما اتلقاه من اي حد. يعني لو جالي من ناس تانيين اهلا وسهلا، لكن انا عايز اتلقاه من الاب والام. تمام، بالظبط كده. طب هو اشمعنى هو في ايه مختلف الحب اللي جاي من الاب والام ده عن الاخرين؟ انا ممكن جدتي تحبني برضو الحب غير المشروط الجميل ده. جميل قوي. اولا انا اول ما بنزل في الدنيا ببقى عايزه اعرف انا نزلت منين، انا وطني ايه. وطني ده بيحبني. انا غالي عند وطني. مين هو الوطن بالنسبه لي؟ ابويا وامي. طب هتقولي وهي عرفت منين ان امها؟ طب ما احنا ممكن ناخدها ونوديها لحد تاني. اعتقد ده اللي انت عايز تغطيه في الحلقه دي، نبقى نتكلم عنه السنه الاولى بيحصل ايه بالظبط. بس اللي اكيد ان انا عايز اللي مسؤول عني. تخيل نفسك بتشتغل في شركه وبيحبك قوي وبيقدرك قوي مدير قسم اللي مش عارفه ايه، وانت بتشتغل في القسم بتاعك مديرك مش طايقك. في مشكله هنا. في مشكله. اكيد هتسال نفسك هو انا فيا ايه غلط؟ طب هو ليه ده بيحبني وده مش بيحبني؟ فاحنا عايزين نتحب من بابا وماما علشان الحب ده هيرد على حاجه مهمه وكبيره. تمام. انا غالي، انا مطلوب، انا وانتد. انا اصل مين اللي اختار يجيبني؟ مش تيتا وجده. انا شخصيا اللي اخترت اجيب الانسان ده ومبسوط بيه وفرحان بيه، اللي هو انا كأب او انا كأم. فهي هترد على حاجه كبيره قوي. فانا الحاجه اللي اكيد لازم اعملها ان انا ابقى طول الايام وسط اي ايام سودة وانا بربي في اي ظروف انا بحب. يبقى قبل الامان وقبل الاكل والشرب والمدرسه والتعليم والحاجات دي، انا محتاجه اتلقى من او اقدم للاطفال الحب قبل اي حاجه ثانيه. بالظبط كده. طيب خلينا نركن شويه الفكره الحب دي، وتعالي نتكلم شويه قبل ما نتكلم على العيال على الام والاب في البدايات. احنا الامهات بيحملوا في الولاد والبنات ويولدوا اكسبيرينس الناس كتير بتقعد تنظر عليها، بس مش بسمعهاش كتير قوي جايه من الامهات. فخلينا نسمع كده شويه هو ايه اللي بيحصل، يعني ايه اللي بيحصل للام، وخلينا بعد كده نتكلم ايه اللي بيحصل للاب. ايه المشاعر دي شكلها عامل ازاي بتاعت الامومه دي؟ بتتطور ازاي؟ بتيجي منين؟ اعتقد دلوقتي بقى في وعي جامد جدا ان كتير قوي من الامهات بيجي لهم اكتئاب بعد الولاده. تمام. يعني الشو بقى بتاع ان انا الحياه بتدور حواليا، وانه انا ليا شكل معين، ليا روتين معين، كل الحاجات دي بتتكسر. ففي ناس بتبقى طايره من الفرح لانه في امتداد ليها وانها بتاخد بالها من حد ودي بتبقى حاجه مفرحه جدا. وفي ناس تانية بتحس فجاه كأن حياتها اتدمرت. وده بقى كمان بيدخلهم في حته صعبه جدا، لان هي حاسه ان مش المفروض يبقى عندها المشاعر دي. فبالنسبه للستات في كتير قوي منهم بيبقى مش قادر يستنى للحظه دي، وده ما يقللش حاجه من الامومه بتاعه الشخص ده. لكن في ناس تانية بتتعامل مع الصدمه بتاعه تغيير حياتهم، تغيير جسمها، تغيير روتينها، في حد هي مسؤولة عنه طول الوقت، مع الآلام بقى بتاعة الولادة والرضاعة، وإن هي ما عندهاش خبرة. لكن كل ما تبقى قارية عليه قبل ما تدخل في المرحلة دي وتبقى فاهمة
ان هي هتعدي بده، وان اتس اوكي ان انت تعدي بده، وان ده مش معناه ان انت انسان وحش لو انت عديت بده. طيب مش بتحسي ان في ناس بيجي لهم مشاعر تأنيب ضمير كده، امهات بالذات، انه ايه ده انا في بيبي جديد والناس كلها فرحانه وانا شكلي مش فرحانه ليه، ولا انا مجهده يعني بيوند التخيل؟ الناس مش بتحس بتأنيب الضمير؟ طبعا الناس كلها كمان جايه تبارك لك وانت على حاجه انت حاسس ان انت يعني خبطك خبطه قويه يعني. بالظبط. انا امبارح كنت لسه بسلم على اعرفها من وهي هتولد دلوقتي كده، البيبي بقى لها سنه بالظبط، بقى عندها سنه، فبتقولي بالظبط انا بقالي سنه ما سبتهاش. انا بقول لها بيسيبها لي، احب قوي العب معاها، وهي البنت بتحبني، فكل ما تشوفني نقعد نضحك ونلعب مع بعض. فالام قالت لي انا في حاجه، انا خلاص انا ما بقيتش انا والحد ده بقينا ملتصقين، انا مش عارفه اسيبها. وتخيل فعلا انه الطفل في الاول بيبقى فاهم ان هو وامه حاجه واحده، لغايه ما يبدا بقى نبقى نتكلم في الحته دي، يعمل حاجات عشان يتاكد هو احنا واحد ولا اتنين. أوكي. فطبعا الوعي مهم جدا، انه انا حياتي لما تتشقلب وابدا احزن ده لا يقلل من انسانيتي. ده بتقول ان انا اللي بعاني، مش انه في مشكله في الطفل ده وانا مش عايزه. على قد ما هي مشاعر دي قله حيله، اتاخدت منك اللكجري بتاعت الحياه، بتاعت ان انت بتاكل في الوقت اللي انت عايزه، بتنام في الوقت اللي انت عايزه. فمهم جدا ان الواحد يبقى فاهم انها مشاعر مصرح بيها، وانه زي بالظبط مثلا في ناس اول ما بتتجوز، في ناس تبقى لو ما عرفتش ان السنه الاولى دي ممكن يبقى فيها تحديات كتيره، بيعتبروا ان الجوازه دي فاشله ويلا بينا نمشي. يلا بينا نمشي. طيب الاب بقى بيجي دوره فين في الفتره دي؟ انا بقول الاب دوره انه يكون موجود، يكون understanding، يكون حنين. كل الحاجات دي للام، يعني مش مع البيبي شخصيا. مش البيبي. يعني يكون understanding، يعني يكون حنين، طاقته دي يحطها مع الام، يحطها مع الام الاول. اوكي. لان هي الكير جيفر الاول تقريبا في الشهور الاولانيه. لكن طبعا لما هو بيتعلم ده لصالحه بقى، لما مش يقعد يقول لا انا ما اعرفش اشيل البيبي طول ما هو لسه كده ما فيهوش مش قادر لا استحمل. لما يتعلم ان هو يشيل ويحضن، ده صحي ليه هو. أوكي. يخلق البوند دي ويجرب المشاعر الحلوه دي، ينيمه على بطنه، هو اللي يتعلم يغير له، هو اللي يتعلم يخليه يروح في النوم. طبعا ده صحي ليه، طبعا الام بتبقى محتاجاه. بس لو احنا قلنا هو ايه اهم حاجه في البيت ده دلوقتي، انه يعمل لها سبورت، انه يبقى understanding للي هي بتعدي بيه، وفي نفس الوقت يساعدها تفهم المرحلة دي، سواء لو هي مخضوضة لسه في الأول، متنشنة قوي، خايفة على البيبي من كل حاجة. فالوعي بتاعه إنه يبقى قاري، إنه يبقى فاهم، ما يبقاش هو داخل على أساس اللي هي بتعمله هو موافق عليه، يعني فاهم. لأنه ساعات الأمهات بتبقى بروتكتيف قوي في الوقت ده. اعترف لك اعتراف يعني. ما يتهيأليش ان احنا بنتعلم الحاجات دي كرجاله شرقيين في مجتمعاتنا، انه حد يقول لنا ان هو محتاجين نعمل الحاجات دي. لا، ايه ده، خدي البيبي وامشي واطلعي بره الاوضه بالليل عشان عنده شغل الصبح. ولو رجع بيا الزمن حاسس انه كان ممكن اعمل اكتر بكتير من اللي انا شخصيا من تجربتي الشخصيه عملته في الفتره دي. محتاجين الحقيقه ننشر الوعي شويه بين الرجاله اللي مقبلين على الجواز، انه في لا يعني هي مختلفه، وانسى اللي موجود في الافلام الابيض واسود بتاعت مراتك تاخد البيبي وتروح تعيط بيه بالليل في البلكونه عشان حضرتك هتنام وتصحى الصبح. يا ريت يعيط بيه في البلكونه، ده مستوى كويس. ما تاخدش مراتك وتوصلها بايديك عند حماتك وتقول خلاص هبقى اجي لها في الويكند. ده كله بيحط اكسبكتيشن، مش اكسبكتيشن، بيحط كانه سيستم للحياه اللي جايه، ان العيال دي بتوع الست ولما بيتعبوا لما كده احنا بنحطهم بعيد لغايه ما يستريحوا ييجوا. انا قعدت مع كابلز كتير، الولاده دي عملت كراك كبير في العلاقه. أوكي. الحدث ده انت كنت فين في الوقت ده؟ ليله الولاده كنت فين؟ تفتكر تقول كان واقف بيشرب سيجاره وانا واقفه مع الدكتور مش عارفه ايه، كان قاعد تحت في الكافيتيريا بيعمل مكالمات شغل وانا مش عارفه ايه. بعد ما ولدنا ليله الولاده خرج راح مع اصحابه يقعد طبعا في حاجات كتيره قوي محتاجين نفهمها، ان هو على فكره ممكن يكون قلقان جدا من الحدث بتاع الصبح، هو بس بيعبر بطريقه مختلفه. فعشان كده بقول وصل لها، اهتم بيها، ميك شور. حاجه من الحاجات مهمه قوي عليه، انه احنا ساعات بنتخيل بنبوظ ترتيب الاسره كده. يعني بنيجي نقول ايه، طبعا الام اهم حاجه في حياتها ايه؟ عيالها. والراجل اهم حاجه عنده ايه؟ عياله. لا الشغل. فده بحد ذاته ترتيب باظ كده. احنا بوظنا العيله، المبادئ من الاول. بالظبط. هو احنا محتاجين نقول ايه؟
انا وجوزي اهم علاقه في البيت ده، يعني العلاقه الزوجيه اهم علاقه. حتى جورج كان لسه بيهزر مع الولاد فبيقول لهم انتوا هتروحوا وانا وماما قاعدين مع بعض. فاحنا مش بقى فكره خوف اللي هو احنا قاعدين مع بعض نمشي الدنيا، لا لا لا، ما احنا انا وانت رقم واحد. العلاقه الزوجيه دي مهمه جدا، وكل ما العلاقه الزوجيه دي تبقى ناجحه كل ما احنا هيطلع مننا طاقه ومشاعر حلوه للعيال دي. فانا لو حاسه بالوحده وان انا سنجل مام من يوم الولاده، وانه هو مش حتى لما بيدخل، انا بحب الصوره بتاعت انه لما بيدخل مع الولاده ويغمى عليه، عارف المشهد ده يعني جميل حس بيها، قدر اللحظه دي معاها. يعني انا في إيلينا جورج دخل معايا، في كيفن كان لسه يعني ما بيسمحوش قوي بالحاجات دي في مصر، لا فاللحظه دي انا وجورج واحنا بنبص على البيبي مع بعض لحظه غاليه جدا، بتخلق حاجه اعتقد كبيرة جوانا. فعايزين نفتكر ان احنا مش هنقسم الادوار، لكن مع احترام الرولز اللي ربنا مديها لنا، انه الراجل لازم يصحى الصبح بدري، فانا مني هبقى عايزه انا اخد البيبي لو قام بالليل عشان جوزي يريح، وانا علشان خاطر برضه عايزين نشارك بالزبط. يعني الدنيا مش بالظبط. هتلاقيني دايما بسالك على مدار الفيديوهات، هو في حاجات فرص وما بيجيش تاني؟ يعني مثلا كنت تقولي الاسابيع الاولانيه هتوديها عند مامتها تقعد لوحدها، احنا هو كل حاجات ما فهملهاش رجعه كده، ما فيش حاجات نقدر نريكفر منها؟ يعني انا لو عملت كده خلاص هعمل ايه؟ اولا السؤال ده يبقى جميل قوي، ده معناه ان شخص حساس وعاطفي واستقبل كده الكلام اللي احنا بنقوله وقال ايه الله انا عايز ارجع بقى، انا عايز ارجع. انا بحب قوي اساسا انه الوعي يخليني ارجع وطيب خاطر الشخص ده. يعني امبارح بعتالي رساله، انا بشتغل معاها بقالي فتره، وانا عارفه ان مامتها اذتها كتير بعدم وعي، سابتها عند خالتها ومش عارفه عملت ايه، حاجات كلها غلط، كنترولينج وتسببت في حاجات كبيره مؤلمه للبنت. المهم يعني لقيتها امبارح بعتالي رساله، مامتها قرت كتاب لديل كارنيجي، والكتاب عن العلاقات، وقالت لها انا لسه مخلصه الكتاب، انا عملت اخطاء كبيره قوي. البنت حوالي 37 38 سنه، انا عملت اخطاء كبيره، اتمنى ان العفو والمغفره. قلت لها قلت لها مبروك عليكي وعي امك وانها بتطيب خاطرك. 37 سنه كتير يعني قصدي، بس انت It's never too late. It's never too late. اوكي ارجع وقول. انا لو جه النهارده جورج بعد ما ارجع يقول لي فاكره لما كنا في المستشفى وموضوع الولاده وحصل كذا، ام سوري، لو انا انسانه سويه انا هفرح قوي بده. لكن لو انا بقى عندي مراره وشايفه ان انا حياتي اتدمرت من هذا الحدث اللعين، اكيد طبعا هبقى مش عايزه اسامحه. لكن بشجع كل حد بيسمعنا دلوقتي يفكر في اللي انت فكرت فيه، يبعت لمراته حالا او تكست كده ويقول انا حسيت بده. او كمان ممكن اشجع حاجه، انه اي حد بيسمعنا دلوقتي وفهم ان هي مثلا كان عندها ديبريشن بعد الولاده، وعلى فكره في ناس ما بتبقاش عارفه ان عندها ديبريشن، يعني ما بتتعالجش ولا بتروح تطلب مساعده، وده بيصعب الموضوع. ان احنا ما نقولش القصص دي قدام ولادنا، ما نقولش قصص قدام. يعني ما ينفعش اقول انا اول ما ولدت كنت حاسه مكتئبه بعد ولادتك، الولاد مش هيفهموا ده. فيفضل ان احنا ما نشاركش كلام هم ما يقدروش عليه. اوكي طيب النهارده بقى احنا خلاص اتفقنا ان احنا الهدف الرئيسي نتفق على حاجه في احنا ليه بنخلف. بنربي عشان ندي حب. اوكي وهنيجي بالتفاصيل اكتر. طيب احنا لسه في الاوائل بقى، اسابيع الاولى، الشهور الاولى، هو بدايه بناء الثقه ما بين الاب والام والطفل او الطفله دي بتبدا بدري كده، ولا احنا مفيش قوي الثقه دي لسه شويه لما الطفل يبدا يفهم شويه؟ الثقه دي بتبدا في الرحم. اوكي. ودي حاجه ناس كتير قوي برضو بتسمعنا بتبقى مستغربه الكلام ده، ولغايه دلوقتي على فكره العلم والوعي زاد قوي عند ناس كتيره، بس ما زالت المعلومه دي تحدي كبير قدامنا. اوكي. يعني تعالى نتخيل كده، هو الطفل ده ليه يحس بالامان في رحم مامته، او ليه ما يحسش بالامان؟ اوكي. يعني ما فيش شخشخه ضاعت منه ومش لاقيها مثلا هو في بطن مامته. هو فين يفهم امان ولا مش امان؟ انا خريجه هندسه، وبالتالي ما كنتش فاهمه اي حاجه ليها علاقه بالاحياء والحاجات دي. الدكتور بتاعي كان راجل جميل جدا، انا كنت بحسه طبيب نفسي مش طبيب نسا. ندخل لازم يهتم قوي بنفسيتي انا وجورج، عاملين ايه، طب انت مشاعرك ايه ان انت حامل؟ فبحس ايه الجمال ده. وانا بعايزه كتير قوي اقول له هو انت مالك بنفسيتي؟ يعني ما تدينا الفوليك اسيد كده وداخلين نولد ونخش على اللي بعده. الفوليك اسيد يا فندم. واشربي ميه كتير. ليه؟ مش افهم ميه كتير عشان خاطر كذا كذا. طب ليه تسال الاسترس؟ طب ليه تسال ان انا مبسوطه بالحمل ولا مش مبسوطه؟ وابتدى يشرح لي، وفاكره لغايه دلوقتي الشرح بتاعه، انه البيبي ده قاعد في environment زي ما انا قاعدين دلوقتي. اوكي، المكان نفسه فيه اكسجين وفيه كل حاجه، بس من بره في ناس عماله تخبط علينا كل شويه على الازاز، يهزوا الاوضه. انت هتحس بايه؟
هترتبك، هتقلق من غير ما تبقى فاهم حتى التخبيط ده ليه. بالظبط كده البيبي هو قاعد في المية دي الدافية دي اللي هو المفروض ان ده من احلى الاماكن اللي احنا قعدنا فيها، وهنقول بعد شوية ازاي يعني العلم بيأكد ان ده من احلى الاماكن اللي انا وانت رحناها. يعني لما يجي حد يسأل حد ايه احلى مكان زرته المفروض يقول رحم ماما مبدئيا كده عشان قبل ما تقول مالديفز. كنت جوه قبل ما اطلع بره. المكان ده 5 stars والمكان ده مجهز بكل الحاجات اللي انا محتاجها. لكن لما انا مش باكل وببدا اهبط لان انا نفسيتي وحشه، لان انا اتخانقت مع جوزي، او لان مديري مش عارفه ايه، او حد شكلي مش مناخيري جبرت، فالجهاز العصبي بتاعي بيتاثر، الضغط بتاعي بيتاثر، فكميه الدم اللي داخله للبيبي ده والغذاء بيحصل لها برجله. فممكن البيبي من وهو في بطن مامته جهازه العصبي، حتى ناس كتيره قوي تقول هو ليه مولود عصبي كده، هو ليه خلقه ضيق كده، لان الام نفسها اللايف ستايل بتاعها ممكن تكون بتشتغل شغلانه ناشفه جدا صعبه جدا مخليها طول الوقت ستريسد، هي شخصيه حاميه جدا، وبالتالي الطفل ده بيتولد جهازه العصبي مش متظبط، محتاج يعني يتاخد يلعب يوجا كده في ساعتها علشان عارف. كانت عندي ام وولدت البيبي الاولاني في امريكا، وبعدين لما جت هنا خلال السنتين 3 الاولانيين ابتدت تلاقي ان الطفل متاخر في الكلام، بيعيط بشكل رهيب، مش راضي يسيبها ابدا، يعني حاجات كتيره مش الطبيعي بالزياده قوي، صعوبه رهيبه في الاكل والشرب. فلما راحت تولد البيبي التاني، فكشفت على البيبي الاولاني بقى وعملت شويه فحوصات كده عشان تفهم ماله. فسالوها هو ايه اللي حصل وانت حامل؟ اوكي. فقلت لهم انا عملت حادثه وكان كل عضلاتي هنا، ما الجزء اليمين ده كان مش عارفه ايه، والصدر حصل له ايه، والايد حصل لها ايه، والرجل حصل لها ايه. فقالوا لها البيبي ده تروماتايزد من هو في بطنك. يعني ايه تروماتايزد؟ يعني عدى بحدث اكبر من استيعابه. اوكي. وده بيأثر على الجهاز العصبي، بيأثر على حالة المخ، فكأن المخ بيبقى في حالة حرب. كل ده ممكن يحصل من هو في الرحم. ده بيخليه ما عندوش ثقة في المكان اللي هو فيه يعني، ولا طبعا أوكي. طبعا أوكي. فبيتولد مرعوب طبعا، مع بقى كل كالتشر بتعمله. لو حابب ان احنا نحكي في الحتة دي ازاي لو انا خدت بيبي اتولد في كالتشر عربية ما فيهاش وعي، وفي كالتشر غربيه مثلا فيها وعي، اوكي، او خلينا نقول في كالتشر عربيه فيها وعي برضه، اوكي، ففي وعي وما فيش وعي. بس هو للاسف انا اول مشاهد شفتها فيها وعي كانت من الغرب اكتر. اوكي. لما البيبي يتولد وبعدين ياخدوه زي ما هو كده، بالميه بالريحه بكل البياض اللي عليه اللي شكله غريب ده، ويرموه بسرعه يا علاء على صدر مامته. اوكي. بسرعه يخلوها تفتح الروب كده عشان السكن تلمس السكن. اوكي. وعشان يعمل ايه بقى؟ عشان يسمع ضربات القلب. اوكي. اللي بتقول له انت لسه في نفس المكان، نفس المكان المؤمن ده يعني. المؤمن. فاكر صوت الست اللي كانت بقى لها 9 شهور شايلاك اهي اهي، كلمي يا ستي، غني له يا ستي، ومن وهو حامل يقعدوا يقولوا ايه، غني له، سمعيه موسيقى. واول ما يتولد سمعيه موسيقى عشان جهازه العصبي كده يريح كده ويسيب نفسه، يحس بشويه كونتينيوتي يعني. أيوة. من اللي هو كنا فيه قبل كده. ايوه. في كونسيستنسي، في ثبات في الانفايرمنت، فيبدا يحس بتراست. لما انا جوع هتاكليني، لما انا اتحر هتفهمي، لما انا بقى عندي ناموسه في تحت البامبرز محدش شايفها انت هتعرفي. طيب تيجي ناخد بقى الاكزامبل اللي انت سائله ده، لما جوع هتاكليني، ونطبقه على السنه الاولانيه، وبالذات بقى مع المفاهيم المنتشره. ما هو مش كل بقى ما هيعيط هتشيليه، ما هو مش كل ما مش عارف هيعمل ايه هتعملوا له ايه. هو دي حاجات مفيده، ولا احنا اول سنه دي المطلوب مننا نوصل ايه للطفل اللي لسه مولود ده؟ في ابني الاولاني كان ده المنهج ساعتها المتطور، انه ما تخلوش يحط صبا في بقه، ما تشيلوش كتير، سيبه ينام لوحده، روتين. وانا حاولت اعمل الحاجات دي، طبعا طلع عيني، لان انت اكتشفت بعد كده ان انا بمشي عكس الفطره بتاعته يا حبيبي، الموروث اللي احنا جايين بيه كمان. عكس الموروث، صح، عندك حق. وعكس هو عايز فانا عايزه حاجه وهو عايز حاجه، فاحنا مش متفقين. اوكي. في بنتي كان العلم اتطور بعدها ب4 سنين كده ونص، ابتدت الابحاث بقى تطلع بقى. فاكر الملايه دي اللي هي موجوده لغايه دلوقتي دي، اللي هي تحط فيها البيبي عشان يبقى ملتصق التصاق رهيب. فحتى اصحابي في البيبي الاولاني كان حطوا في كل حاجه ما تشيليش كتير وبتاع، في البيبي التاني فاكره كويس قوي واحده صاحبتي ما بتشيلهاش من البتاع ده. اوكي. ولا انا بقول ان ده صح ولا ده صح لوحده، بقول التوازن. فهنقول لا، انا لما هو يعيط طبعا هشيله. أوكي. هو لما يعيط هو عايز ايه؟
ياكل يغير وعايز يطمن. هو بيني يطمن. وبينك تسكيري. تسكيري انت كنت قاعد في مكان بص انا وانت يعني الحاجات اللي قلتها لك اول ما دخلت الاستوديو، قلت لك الاستوديو جميل قوي عشان محندق كده قاعدين ملمومين كده. تخيل ان فجأة انا وانت بجد واحنا قاعدين دلوقتي الاربع حيتان دول وقعوا كده، فتحوا كده، والناس كلها في الشارع بتتفرج علينا. هتحس بايه؟ وحجمهم جنب حجمي 10 مرات. رعب. وبقيت انت مش حاسس بامان. فانت قلت مؤمن، انا عايزه اطمن ان انا في امان. طب لو قلنا ان احنا الهدف بشكل عام في التربيه ان احنا ندي الحب ده، انا ايه الهدف بقى الخاص بتاع الشهور والسنه الاولانيه دي؟ ايه المستهدف الاولاني كده خالص؟ اول حاجه احسسه بالامان. على فكره هو مش فاهم الحب. هو مش فاهم الحب طبعا. لانه مش مدرك قوي ايه اللي بيحصل. اوكي. امبارح كان عندي سيشن، يعني دي حاجه خاصه ممكن اشاركها معاك. انا الكلاينت يعني يوجوالي طول الشهر ببقى انا الكونسلر. اوكي. فلحظات قليله كده ببقى انا كلاينت، اطمن على نفسي وكده. فكنت بتكلم مع الثيرابيست بتاعتي وبقول لها انا حاسه بكذا ومش عارفه ايه وحصل موقف، وبنحكي لغايه ما جت في الاخر قالت لي هو انا ليه حاسه من كلامك ان الحب هو الامان؟ فسكت كده قلت لها ايوه، انا بالنسبه لي كومبو امان وحب يمشوا مع بعض، ولو انت ما حسستنيش بالامان يبقى انت مش بتحبني. ودي كانت قضيه كبيره وقفنا عندها بقيه السيشن واتكلمنا كتير. بس الطفل بالنسبه له مش هيوصل له الحب بالذات في السنه الاولانيه دي. بالذات في السنه الاولانيه غير بالايه؟ اوكي. غير بالأمان. بالامان. يعني تخيل كده انا كل يوم اروح احط له 1000 جنيه في البنك عشان خاطر المستقبل، عشان انا بحبه قوي. وبشتغل وبرجع الساعه 7 8 وهو بيقعد مع الناني. لو جيت سالتني بحب ابني، بعمل له فلوس قد كده السنه دي. بصراحه بحبه جدا. وطول ما انا قاعده في الشغل عماله اقرا مقالات. لكن فعليا الطفل ده ما وصلوش الحب لانه اتاخد منه الامان. اوكي. طب ايه الامان؟ ايه تعريف الامان اللي الطفل محتاجه؟ وجودي كأم، مش حد تاني. تعرف لما بتيجي الام ماشيه رايحه مشوار، نقول لهم في اول 3 شهور خدي قميص النوم بتاعك وحطيه جنب البيبي عشان يفضل شامم ريحته. اوكي. ففكره ان انا اسيبه كده وامشي دي فكره مرعبه. هو عايز ماما، مش عايز تيتا، مش عايز الناني. هو عايز ماما وعايز ريحتها وعايز ضربات قلبها وعايز سكين بتاعتها يبقى لازق فيها. فهو ده تعريف الامان، انه فيزيكلي انت موجوده وان انت نفسيتك كويسه. طبعا انا مش بحط ضغط هنا على الامهات، انا بتكلم معاك على البيرفكت سيناريو. الدنيا برضو صعبه انجي. يعني النهارده اغلب البلاد بتدي ماترنتي ليف 3 شهور. لو في بلد او شركه بتدي 6 شهور بتلاقيهم عاملين فرح على الموضوع ده. فهنعمل ايه يعني؟ هي اقول لك حاجه بصراحه. هو مع احترامي جدا لكل الظروف اللي احنا بنعدي بيها، في اولويات. ماشي. فانا لو حاطه اولوياتي عايز اكل واشرب يعني لو عايز تاكل وتشرب طبعا انزل. لو انت مش هتعرف لو هي مش هتعرف تاكل وتشرب تنزل. بس لو هي مش هتعرف تشتري الحاجات اللي متعوده تشتريها في كل شهر من براندز معينه او من طريقه صرف معينه، او انها بتحب تسافر كل سنه تعمل شوبينج بره، يعني انا مش الرفاهيات بس في الاخر برضو انا عندي مستقبل عايز احافظ عليه. هقعد 3 شهور او 6 شهور في ممكن البيت. اسالك حاجه؟ لو انت رحت لبنتك دلوقتي سالتها صغيره انا هشتغل بره وهدخلك اعلى جامعه في العالم، بس هشوفك مره في السنه، مره مثلا في السنه، ولا اقعد معاكي هنا وتدخلي جامعه متوسطه، بنتك هتختار ايه؟ هتختار ان انا اقعد معاها وتخش جامعه بس ده النهارده يعني فاهمه، هي عشان واعيه. لكن انا برضو عشان انا لو انا بحط نفسي مكان الام دي، انا مثلا نفترض ان انا خلفت وانا عندي 30 سنه، بقى لي 7-8 سنين بشتغل ببني كارير بتاعي، من حقي ان الموضوع ده ما يدمر انه ان انا اخلف ما يدمرليش. يبقى انت كده رحت في حته ثانيه. لا ليه رحت في حته؟ هو ليه مش اكل وشرب، انت هنا اتكلمت انها عايزه تحقق ذاتي، عايزه احقق ذاتي وعايزه امنتين الدخل بتاعي، ودي حاجه مش عيب، بس احنا اتحركنا من الاكل والشرب. اتحركنا من الاكل والشرب. ماشي. يعني قصدك ان هي الاساسيات ده موضوع تاني فيطلع علينا شويه قرارات، لكن برضو بس من تحقيق الذات برضو حاجه مهمه. طبعا اقول لك حاجه، انا اول ما حملت كنت قايله ان البيبي ده هسيبه. انا كنت في ساعتها في الهندسه، وكان مدير وشركتي كانت لبنانيه، وفي لبنان بيدوا بس 40 يوم. اوكي. فمديري قال لي 40 يوم وتنزلي، وانا كنت حاسه 30 يوم وانزل. يعني ده انا اساسا نشيطه جدا. وانا هجيب ناني من بدري ومش عارفه ايه. بعد ما جبت البيبي وابتديت اقرا، تحس يا نهار ابيض 30 يوم قليل جدا برضو، 30 يوم قليل جدا يعني. انا اللي هقوله لو انا فعلا شخص
ظروفي صعبه جدا، احنا مش بنتكلم عليك دلوقتي، انت شخص ليك احترامك اوكي وربنا يقويك. لكن لو انا بتكلم على شخص عايز يحقق ذاته، بالذات احنا بنتكلم على عايزه تحقق ذاتها، انا عندي ليها يعني اختبار بسيط كده تعمله مع نفسها عشان تعرف اللي هي بتعمله النهارده هي دي النتيجه اللي عايزاها كمان 20 سنه ولا لا. اوكي تمام. للاسف اغلب الناس اتعلمت بعد ما جربت، ودي مشكله كبيره. نرجع تاني للسؤال، هو انا ما ينفعش ريكفر من الموضوع ده؟ لا ينفع باذن الله. دايما ينفع. ماشي. لكن مهم قوي انه ابقى فاهم الحصاد بتاع الزرع اللي انا زرعته. بس احنا بنتكلم على السنه الاولانيه. السنه الاولانيه. اوكي. هي السنه الاولانيه دي رهيبه. أوكي. يعني احنا انت عارف في واحد اسمه اريكسون عمل نظريه للمراحل التربيه كلها، سوري عمر الانسان كله. اكبر مرحله في الهرم هي قاعده الهرم، هي اساس الهرم، هي السنه الاولى. اوكي. فاحنا اللي احنا بنعمله ده مهم جدا جدا. اوكي. في ناس بتقول ده مش فاهم حاجه، يعني كمان 2-3 روح اشتغل دلوقتي، ولما تبدا توعى لا العكس. احنا بندي قوي في السنين الاولى. أوكي. وكل ما بنكبرهم كل ما بنطلقهم. اوكي. السنه الاولى دي انت بتقول انا عايزه احقق ذاتي. على فكره انا بعد ما جبت ابني ما فعلا نظرياتي وحاجات كتير قوي اختلفت، بس انا قادره احس قوي بكل ام بتقول انا عايزه احقق ذاتي. فمش جايه يعني من الحته الاكستريم وانا بقى يعني جايه اقول للناس لا ولا حاجه، تحقيق الذات مهم، وعلى فكره انا النهارده سعيده وانا بحقق ذاتي، فانا مع تحقيق الذات. لكن انا بقول بس نحسبها، العلاقه دي في السنه الاولى لا تعوض، بيتحط عليها اساسيات كتيره جدا في نفسيه الانسان ده عشان يكون سوي. زي ايه؟ خلينا نسمي حاجتين تانية اللي انت بتقوله. احساس الامان، احساس التراست. اوكي. انه انا امشي في الدنيا. انا ما اعرفش انت شخص يعني تحس بالامان ولا لا، بس انا شخصيه عندي مشكله في الاحساس بالامان. اوكي. فانا لما بركب طياره ببقى خايفه، انا لما بنزل بلد جديده ببقى خايفه، انا لما بدخل تجارب جديده، انا لما بتخزل ببقى خايفه من الجرح انه يموتني. فانا كانسانه راح مني الامان. وجيت في وقت رحت سالت ماما، قلت لها ماما هو ايه اللي حصل عندي في السنه الاولى؟ وماما من الناس بقى على فكره اللي كانت لازم تنزل، فانا مقدره جدا نزولها. أوكي. بس الكلام اللي كانت بتقوله لي كان بيقول ان السنه الاولى انا واضح انه ضاع مني الامان الاساسي. ماما اضطرت تنزل بعد 2 شهر وكانت بتجيب لي ناني في ثانوي تقريبا، وبعد شويه ناني كانت كبيره في السن، فحتى ما فيش كونسيستنسي من نفس الشخص. فالامان بنسميه مطلق. يعني ايه مطلق؟ يعني امان لا يناقش. يعني ما تجيش للبيبي ده تقعد تتناقش معاه وتقول له ما هو اصل ماما غصب عنها يا حبيبي. هو دلوقتي بيفهم، مش فاهم اصلا الدنيا الموضوع. امان. بتجاوب على سؤال رهيبي عليه، بتجاوب على سؤال هي الدنيا امان ولا مش امان. انت فاهم انه انا هكمل لغايه النهارده باجابه السؤال الاولاني. عارف انت لما بتنزل في مطار وبعدين تنزل في المطار ده تقوم جاي تسرق باسبورك، اوكي، وتتسرق فلوسك. البلد دي كده بالنسبه لي طبعا مش انا بقى تخيل بقى ان انا عمال اقول لك ده المجرم الوحيد في البلد دي. وانت بس حظك وحش، وانت عارف ان انت الجريمه الاولى انت ولا فرق معاك الكلام ده. انت اتقبضت من البلد دي. تمام. فالانسان بيبقى نازل المطار اللي هو بتاع الدنيا، بيتقبض من الدنيا، محتاج ان انا ابقى جنبه، مش علشان انا استمتع بيه او هو اول مره يضحك ويشوفني والكلام ده كله. لا، انا كمان محتاجه. مش على فكره مش كل ام قاعده في البيت ابنها هيبقى عنده احساس بالامان، يعني ممكن برضه تبقى مش موجوده يعني. طبعا. فانت قصدك انه الامهات قدر المستطاع حسب ظروف كل حد في السنه الاولانيه نبذل اقصى طاقتنا ان احنا نحاول نرتب شغلنا وحياتنا، ان احنا ندي الوقت الكافي للاحساس بالامان بقى. نشتغل من البيت، نشتغل من بسيت اب معين، نطول اجازه لو متاح، ولكن كل ما في فرصه ان احنا نزود الوقت اللي احنا بنقضيه عشان ندي الاحساس بالامان ده، هي فرصه تستحق ان احنا نعملها. ايوه. طيب الاب لوش دور في موضوع الامان ده؟ لا طبعا. ليه دور؟ بس انت كنت مركز على الام. يعني عشان اصلا انا بحس انه احنا في الشغل بيظلم الناس ستات كتير في موضوع الولاده ده. يعني يا اما اختاري حاجه يعني مش هقول لك انه ابنك او بنتك تحطيهم في كفه قد شغلك، لا، ولكن برضو اللي انت ليه اصلا بتخليني اختار؟ انا مش عايز اختار، ده موضوعين مختلفتين وانا عايزه الحاجتين يعني. ومفيش حاجه غلط صراحه ان حد يبقى عايز الحاجتين، يعني انه عايز كارير بيكبر طبعا، وعايز يخلف ولد وبنت واثنين وثلاثه، هو حر يعني. طبعا. كل واحد حر. وعشان كده انا عجبني الكونكلوجن اللي انت قلته دلوقتي، انه احنا بس عايزين نوصل وعي.
احنا مش بنقول للناس اقعدوا في انه بيوتكم اقفل الشغل ولا وروح، بنقول لكل قاعدين في البيت احسن من ظبط اولوياتك، ظبط هتشتغل أولوياتك. ولكن حاول تلاقي وسيله اخرى تدي بيها. وعارف انا وانت بنقول ايه؟ نحترم السنه الاولى على عكس الكالتشر بتاعتنا. أوكي. احترم وقت الحمل على عكس الكالتشر بتاعتنا. أوكي. ريحي لما الدكتور يقول. احنا بس بنقول نحترم العلم، نحترم الاحتياجات النفسيه اللي احنا مش بنشوفها بعينينا. اوكي. طيب الاب بقى، نرجع لموضوع الاب في موضوع الامان ده، هو ممكن يساهم معانا في الموضوع ده؟ لا اكيد. هيعمل ايه بقى الاب؟ بص بقى، انا بقول الاطفال بتحتاج فيتامين اي وفيتامين بي وفيتامين سي. تمام. فيتامين اي ده بتاع الام. اوكي. فيتامين بي ده بتاع بابا. سهل كده. فيتامين سي بقى بتاع ايه؟ الجوازه. جوازة بابا وماما. اوكي. الطفل البكر في البيت ده اللي قبل ما الطفل الفعل يجي هي الجوازة. بنسمي الجوازة الطفل البكر. اوكي. يعني انا وجورج لما اتجوزنا كان عندنا طفل قبل كيفن. اوكي. الطفل ده اسمه العلاقة الزوجية، على شاكلته بتكون باقي العيال. يعني على شكل الطفل البكر بتاع الجواز ده تخيل ان هو موجود. هو بقى ايه؟ اللي احنا صوتنا هادي، بنتكلم بحب مع بعض، بنحترم بعض، بنعبر عن حبنا، بنعتذر. كيفن هيطلع شبه الصفات اللي احنا قلناها دي دلوقتي. اوكي. بيعتذر، شبعان حب، حاسس بامان. فدور الاب، انا بشوف ان الاب هو السي او بتاع البيت. انه حتى لو الست بتجيلها في اوقات هرموناتها، اكتئابها بتاع، هو اللي بيحافظ على كيان البيت ده. لانه انا بعمل ريبورتات كتيره واسسمنتس، دايما بتبقى الست الايموشن ستيدنس عندها، يعني العواطف عندها متحركه. وده جزء احنا مش بنقول نقبل ده، لكن بنقول نبقى واعيين انه المشاعر دي محتاجه سيطره. مين اللي المشاعر بتاعته ما بتطلعش وتنزل بشكل جنوني؟ الراجل. ربنا خلقه وايرد انه يعرف يفصل مشاعره. تمام. فايه فايدته بقى في البيت؟ فايدته انه يخلي البيت ده هوم بقى فعلا. لما يدخل من بره يبقى بيدي الوقت اللي باقي لعيلته. يبقى بياخد البيبي ده يريح ماما، يبقى بيبوند معاه البيبي ده. وخاصة بقى لو هي بنت، ازاي تحس انها بريشس قوي لابوها من بدري، ولا هو ولد من السن ده. طبعا في السنة الاولى بتبدأ تنوتس، تشوف بيلبس البدلة بتاعته، بيخرج، بيجي، بيضحك في وشها لما بيجي، ولا بيبقى متعصب، ولا طبعا مهم فاليديشن انه الست دي بتحبني والراجل ده بيحبني. كل حد فيهم بيدي فيتامين. فعشان كده احنا مش بنقول انه هما الاثنين بيدوا نفس الفيتامين وهو اللي موجود يديه، لا لا لا، ده فيتامين وده فيتامين. والعلاقة الزوجية اللي هو بيتفرج عليه، طبعا هو مش فاهم العلاقة الزوجية، بس اكيد مش سامع صريخ، بس شايف اتنين بيتعاملوا مع بعض وخلاص يعني. كل ما بيشوفهم يا بيزعقوا، يا اما قاعدين عارفين بيتكلموا، يا اما بيحدفوا بعض بحاجات. سامعين ضحك. سامع ضحك، مش هو مش فاهم. بس على الاقل ما يسمعش الصريخ. صح. فكرة فينا دلوقتي ممكن تقول هو فاهم حاجة برضو السنة الاولى. لا، اتفرج كده على بيبي وهو راكب العربية. وفكرة في فيديوهات لذيذة قوي، بيبيز وهي راكبة العربية واول مرة تنزل في تانل، او اول مره تسمع صوت حاجه مثلا جرس كنيسه ولا اذان جامع، تلاقي الطفل ده يعمل ايه؟ مسك لنفسه كده لورا، اتخض، لان هو محتاج اللي يطمنه. فانا لما بسمع صريخ بابا وماما انا بتخض، بفهم ان الدنيا مش امان. انا مش فاهم هم بيقولوا ايه ولا ايه الموضوع، بس هرجع تاني واقول لك الحب ساعتها هيوصل بالامان. اوكي. فاحنا اللي احنا قلنا انه في المجمل التربيه عايزين نبقى متفقين احنا اصلا عايزين نخلف ليه. فاحنا محتاجين، وده سؤال شخصي يعني، احنا مش محتاج اشاركه مع الاخرين، بس انا محتاج ابقى بيني وبين نفسي وبيني وبين شريك او شريكه حياتي متفقين احنا اصلا عايزين نخلف ليه. الهدف الاسمى من موضوع التربيه ده ان احنا ندي حب. ايوه. والسنه الاولى الحاجه الرئيسيه فيها ان احنا عايزين نحسس الطفله او الطفل بالامان. صح كده. ملخص حلو كده للحلقه الاولى. طيب ان شاء الله في الحلقات الجايه هنتكلم بقى، هناخد السنين الاولى من 1 لحد ما نخش المدرسه، ونتكلم اكتر عن ايه اللي بيحصل في الحاجات دي. حلو قوي. بس ممكن اقول حاجه كمان طبعا، لانه انا عارفه انه في ناس سمعتنا وقالت تمام الحب كده انا جايب 10 من 10. وانا فارق معايا ان احنا تبقى الحلقه بتاعتنا يعني ما بتقفلش غير لما نقول ان الحب اللي انا كان قصدي عليه ده هو حب فيه components تانية. يعني هو مش الحب لوحده. الحب ده هو انه انا شخصيا اكون بحب نفسي الى حد ما،
مش شخص كاره نفسه فناوي يحب عياله اكتر ما حب نفسه. أوكي. فيبقى شمعة تحترق فيكبر بقى يقول لهم ده انا ضيعت عمري ده مش حب. ده مش حب. أوكي. ده انت بتدفعهم فاتوره هم ما اختاروهاش اساسا. أوكي. فلازم اتاكد ان انا في علاقه قويه مع نفسي، انا بحب نفسي، مش ان انا ما نجحتش في علاقتي بجوزي فعايزه اجيب عيال او عايزه اركز معاهم. فده برضو مش حب على فكره. ساعات الحب يفطس. فبرضو عايزين قبل ما نقفل نقول ان الحب ممكن يفطس العيال. وكتير قوي اقول للناس ما تتجوزوش عيالكم. اوكي. انتوا متجوزين جوازكم، فمش معنى ان انا مش سعيد في علاقتي الزوجيه ان انا اخد البنات دي او اخد العيال دي اكبرهم في حته كده. طبعا بنضرهم لان انا اشتغلت مع بنات. الزوج اللي اتجوزته ده ولا حاجه جنب بابا اللي كان متجوزني فاهم يعني كان متجوزني يعني كان هو اصلا مطنش علاقته بمراته واحنا يعني حياتنا كلها احنا مع بعض. روح بابا وعقل بابا وحياه بابا واللي بيشتغل عشانها واللي مصاحبها واللي بياخد رايها في كل حاجه. واللي ما بينامش غير ما يكلمها. طب دي تتجوز ليه؟ دي حبيبتي هيبقى عندها مشكله رهيبه انها تطلع من العلاقه دي. حاجه بقى اخيره ايه هو الحب؟ ان انا اعمل اللي في مصلحه الشخص ده لتطوير شخصيته عشان يكون بني آدم سوي. وده اللي هيخلينا في الحلقات اللي جاية نتكلم بقى على التربية. انه التربية دي جاية من دافع دايما اللي هو ايه؟ الحب. ان انا بعمل احسن حاجة لنمو الشخص ده. فانا وهو عنده 9 شهور لما رمى اللعبة في الارض مش عشان انا بحبه هديهاله واحضنه. ولما سوري يعني جه اول مرة ضربني كده في وشي عشان خاطر انا عملت اي حاجه ضايقته فانا قمت جايه ضحكه كده عشان انا بحبه. لا ده اسمه ان انا بفسد الطفل ده من بدري. أوكي. الحب ان انا ساعتها همثل ان انا اتوجعت عشان خاطر اعلمه تاثير سلوكياته عليا. فبس كنت عايزه اوضح ان كلمه حب دي كلمه كبيره جايز في الحلقات اللي جايه تبان اكتر لما نبدا ندخل على التربيه. اوكي. الحلقات الجايه الحلقه الجايه بالذات هنبدا باهم سؤال. هو احنا اساسا بنربي ليه؟ احنا خلفنا ليه وبنعمل ايه واحنا اساسا بنربي ليه؟ حلو جدا. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. ثانك يو.